السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة حبايب قلبي يوم جديد وفيديو ان شاء الله، يعني بإذن الله تطلعي منه مستفيدة. طبعا فيديو ولا روتين بقى ولا طبخ ولا وصفة ولا اي حاجة، بس انا حبيت ان انا اطلع اتكلم معاكم النهاردة. حقيقي مش مجهزة كلام ومش محضرة اي حاجة، انا هتكلم معاكم كده. يعني انا قلت هفتح الكاميرا واتكلم معاكم كده. انا نفسيا اليومين اللي فاتوا دول كنت تعبانه جدا جدا جدا. إيه، والنفسيه دي تعبت بناء على تعب جسدي، ودخلت بقى في موجة تحاليل وأشعة وحوارات. يا جماعة ربنا يا رب ما يوريكم. أنا عايزة أقول لكم إن شوية تحاليل وشوية أشعة قلبت حياتي، قلبت حياتي قلب كده وولادي يا حرام، ويعني الدنيا لخبطت معايا خالص اليومين اللي فاتوا دول. فالمهم هندخل في الموضوع على طول. من قبل رمضان بحوالي مثلا نقول زي شهر كده، كنت بتعب شويه كده يا جماعه، بيجيلي زي وجع كده في قلبي، واقول يعني ايه دي، شويه رطوبه، دي شويه مثلا التهابات، ده كذا ده كذا، الحاجات اللي هي العاديه دي. فاشرب حاجه دافيه، كلام كده ايه يعني ايه اللي هو انت مش حاطه في دماغك اي حاجه وحشه ابدا. ربنا طبعا ما بيديناش حاجه وحشه، اكيد كله خير. فده كان حصل قبل رمضان. كانت تجيلي زي ضربة في قلبي كده يا جماعة، او حاجة كده، مش شكة مثلا بتشكك كده نغزة كده وتقولي راحت، لا، حاجة كده بتكبس على قلبك وبتضغط على قلبك جدا 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 جدا، وبعد كده تفك. مرة في ايدك، مرة في ظهرك، مرة في جنبك كده، يعني الألم بيتسرب بالطريقة دي. فما كنتش بحط في دماغي ابدا، لحد لما الموضوع بدأ يزيد يزيد يزيد. يعني كان ممكن يجيلي مرة في الأسبوع أو مرتين. تمام. فكنتي خلاص يعني لما بيجيلك ويرجع يجيلك تاني فبتكوني نسيتيه اصلا. فضل يتطور يتطور لحد لما بقى يجيلي كل يوم، كل يوم ضربة في قلبي كده جامدة جدا جدا، وبعد كده تفك بالبطيء. ف فبرضو يعني بقيت اقول يا ترى ايه، يمكن انا عندي حاجة في قلبي، يمكن انا عندي حاجة في الشرايين، يمكن. وبرضو ما كنتش بحط في دماغي، وبقول يلا اهو اليوم بيعدي. وانتوا عارفين ان احنا كأمهات كده، مش هقول لكم بننسى نفسنا، احنا اكيد يعني فاكرين نفسنا كل حاجه يعني، بس بنطنش، بنتغاضى، بنتلهي مع العيال. بيحصل حاجات كده ايه تخلينا يعني ايه مش مركزين قوي معانا مع نفسنا يعني. لغايه بقى ما حكيت لكم انا في الفيديو اللي هو الاخير ان جات لي ليله 25، ليله 29، ليله 29 رمضان. كانت اصعب ليله مرت عليا فوق ما انتوا تتخيلوا وفوق ما اي حد يتحمل. ما كنتش لدرجة ان الألم اللي كان في قلبي وفي جسمي كله مخليني مش قادرة اقوم اقف اصلي. وقلت لكم ان انا كنت بصلي التهجد من ليلة 25، نزلت المسجد اصلي فيه التهجد. انا كده كده بصلي مع بنتي في البيت جماعة، فقلت خلاص يعني الصلاة في البيت افضل. يعني انا من وجهة نظري ان الست صلاتها في البيت افضل، ولكن برضو المسجد بيكون ليه روحانيات حلوة. انتي مع ناس حلوة ومع جروب كبير وناس يعني ثقة، وناس وماشية في صحبة طيبة وراجعة في صحبة طيبة. فالموضوع كان ايه، من بداية 25 كده انا عملته. من ليلة 25 و26 و27 و28 حضرت 4 ليالي في المسجد صلاة، والحمد لله يعني ربنا قدرنا على التهجد هناك. جيت ليلة 29 دي بقى عقدت النية، وقلت بقى هجهز لبسي وحاجتي ومش عارف ايه والازازه الميه بتاعتي وكل حاجه، علشان اول العشاء ما تأذن هصلي، واصلي القيام وهنزل على طول، لان ليله 29 دي كانت هتبقى فيها زحمه جامده جدا. فلازم اروح الحق مكان وكده وايه ونصلي ويعني نقضي الليله دي كده ايه في روحانيات حلوه. بس عقدت النية وكان بيتي خلص ونضفته وظبطته وخليت كل حاجة بصوا في مكانها. بصوا يعني انتوا لو كده مفيش تراباية حتى معدية كده، الدنيا بقت قشطة. فقلت الله، ده انا كده خلصت كل حاجة، النهاردة انا فاضية كده ان شاء الله للعبادة. بس يا دوبك بس خلصت الكلمتين دول، وقعدت شويه بجهز حاجتي علشان ان انا احاول ان انا انزل وكده. لقيت الالم اللي بحكي لكم عليه ده رجع لي تاني بطريقه يا جماعه انتوا لا تتخيلوها، لدرجه ان رجلي، يعني رجلي الشمال دي وقفت خالص، ما بقتش قادره ان انا يعني اقول لكم ايه، يعني بمشي يعني مش قادره، مش عارفه امشي.
فالمهم كلمت جوزي يعني وكده، وقال لي لا ايه اللي حصل وكده. قلت له مش عارفه، انا مش عارفه امشي اصلا ومش عارفه اقف. يعني انا عايزه اصلي، بنصلي مثلا بثلاث اجزاء، مش قادره. كل شويه عايزه اقعد، كل شويه عايزه اقعد، كل شويه عايزه اسند على حاجه، مش عارفه خالص. وجات لي هستيريا عياط بقى، مش قادره اوصف لكم، مش قادره اوصفها لكم. مش بعيط علشان انا موجوعه، بعيط عشان انا مش عارفه انزل اروح اصلي. فالمهم يعني فجوزي قال لي خلاص مش مشكله، انت كده كده مش بتحبي تنزلي تصلي في المسجد وبتصلي في البيت، اعتبري النهارده ان انت هتصلي في البيت وحبيبه هتصلي معاكي، وانتوا كده كده في جماعه برضه. وقفت يا بنات اقف اصلي كده بس، يعني انوي الصلاه كده وابدا الصلاه الله اكبر، وابدا كده الاقي نفسي رجلي دي مش شايلاني خالص. جوزي جاب لي كرسي وقال لي ان الله يحب ان تؤدى رخصه كما تؤدى فرائضه، رخصه ان انت تصلي على كرسي. انا بقى بصوا بصلي على الكرسي دي وبعيط، حاسه ان انا بصوا عارفين جاي في دماغي ايه، هو انا ربنا مش عايزني اصلي النهارده في المسجد ولا ايه؟ هو انا ربنا زعلان مني؟ هو اشمعنى النهارده خصوصا تقيل عليا قوي كده لدرجه ان انا مش متحمله الالم. بس فخلاص بقى رديت بالامر الواقع، وولادي رفضوا تماما ان انا انزل، وقالوا لي افرضي تعبتي يا ماما في المسجد، افرضي افرضي افرضي. هما بيصلوا في المسجد من الجنب بتاع الرجاله، وانا بصلي في الجنب بتاع الستات. فقالوا لي هنلحقك ازاي يا ماما، هنجيلك ازاي، لو حسيتي باي تعب ولا حاجه اتصلي بينا هنجيلك. وولادي نزلوا وجوزي وكده للتهجد، وانا بدات اصلي. وعايزه اقول لكم في اليوم ده يعني تقريبا انا كنت ببكي من قلبي، ببكي بكى. طبعا خلاص بنختم يعني في العشرة الاواخر بتوع التهجد دول، في العشرة الاواخر قصدي بتوع رمضان، في التهجد بنعمل ختمه، كان خلاص دي اخر الختمه بتاعتي. بصلي يعني باخر 3 اجزاء. بقيت بعيط وامسك رجلي شويه وامسك قلبي شويه، لدرجه بقى ان انا سجدت لربنا وقلت له يا رب، يا رب لو النهارده يعني يومي، لو النهارده اخر يوم في عمري اقبضني وانا ساجده، يعني اموت وانا ساجده كده بين ايديك. المهم بقى يعني عشان انا هرجع اعيط تاني ولا ايه، ده اللي حصل يعني ليله 27. انا بكلمكم ليه كده، بقول لكم انا بدات معايا ازاي، دي كانت اقوى ليله واقوى تعب حسيت بيه. فجوزي قال لي لا كده مش هينفع ابدا، احنا لازم ان احنا نكشف ونعمل تحاليل ونشوف في ايه بالظبط، لان مفيش حاجه اسمها شويه تعب شويه رطوبه، الكلام ده كله مش طبيعي. فجيت كشفت، طبعا احنا بقى اتزحمنا في العيد بقى والكلام ده كله. رحت لدكتور عندي هنا مشهور جدا في البلد، دكتور قلب ومدرس مساعد في جامعة الأزهر، حاجة حلوة يعني، شاطر جدا جدا يعني. فقال لي طبعا شوية أسئلة أنا هقولها لكم علشان برضو ما تتفجعوش على نفسكم. سألني اللي عندك تاريخ مرضي في العيلة يعني ولا لأ. انتوا عارفين ان انا عندي 3 من اخواتي ماتوا، وماتوا فجأة، الله يرحمهم يا رب، واتمنى منكم ان انتوا تترحموا عليهم. فيمكن ده اللي شغلني، يعني انا اخواتي ماتوا فجأة برضو، مسكوا قلبهم كده شوية الله يرحمهم يا رب ويسامحهم ويغفر لهم. ما عدا اخويا الاخير يعني كان تعب حاجة تانية، كانسر بقى، الله يرحمه يا رب ويجعل تعبه في ميزان حسناته. فانا قلت للدكتور انا بابايا واخواتي الاتنين الكبار يعني ماتوا فجأة، بابا مات فجأة واخواتي الاتنين ماتوا فجأة، وهم ماشيين كده مسكوا قلبهم شوية كده وماتوا. فقال لي يعني انتوا عندكم تاريخ مرضي كده في العيلة، ده كلام الدكتور. قال لي انتوا كده عندكم تاريخ مرضي جوه العيلة بتاع بالقلب يعني. قلت له قولي اللي تقوله بقى. المهم انا قاعده مع الدكتور يعني مبتسمه كده ومستنيه ان هو يقول لي مثلا انت عندك حاجه في الشرايين، عندك حاجه في القلب والكلام ده كله. سالني كمان على الالم ده، انتوا برضو اسالوا لنفسكم لو انتوا بتحسوا بيه، بعد الشر على كل واحده فيكم، يا رب ما اشوف فيكم حاجه وحشه ابدا، انتوا حبايبي واخواتي. الالم ده بيسمع في دراعك ولا بيسمع في ظهرك ولا بيبقى ازاي؟ اللي بيسمع في الدراع ليه تشخيص يا جماعه، واللي في الظهر ليه تشخيص، ولو جاي على هيئه حرقان ليه برضو تشخيص. لو على هيئه حرقان كده في صدرك ده بيكون اصلا من المعده، يعني التعب ده بيكون من معدتك. لو بيسمع في دراعك فده وش كده من القلب. وبرضو اللي في الظهر واللي بيسمع في اليمين والشمال ده برضو في القلب. لو جالك نغزه كده بتحطي صباعك عليها زي ما الدكتور قال لي، بتحطي صباعك عليها بتبقي محدده مكان النغزه، يبقى ده مش القلب. لكن لو مكان كبير، لو الوجع يعني واسع، مكان اكبر من قبضه ايدي كده او اكبر من كف ايدي كده،
يبقى ده من القلب. فانا قلت له لا، اكبر من كف ايدي وبيسمع في ظهري واحيانا في جنبي وفي دراعي. طلعت على سرير الكشف، عمل لي رسم قلب وعمل لي ايكو، لقاهم سلام، ما فيهمش اي حاجه. فقال لي طيب احنا قدامنا دلوقتي الايكو سليم رسم القلب كمان سليم. طيب ايه يا دكتور؟ قال لي محتاجين بقى نعمل تحاليل. قلت له مفيش مشكله، طب في اشعه تانية؟ قال لي لا. بص بقى، يعني لغايه قبل ما اعمل الاشعه دي الرهيبه دي، قال لي لا مفيش اشعه ولا حاجه، احنا هنحتاج بس شويه تحاليل وخلاص. في نفس اليوم جوزي رحنا انا وهو بعد ما نزلنا من عند دكتور القلب، رحنا معمل تحاليل جنب منه، سحبوا مني عينه وعملوا لي طبعا وظائف كلى ودهون والسي بي سي، يعني تحاليل كتيره كده يا جماعه، وانزيمات قلب، ليله كده طويله كده وبس. وقال لي اول ما التحليل يجي تجيلي بيه فورا على طول. بمجرد التحاليل ما طلعت، طبعا رحنا. اول ما يعني ما التحليل طلع، جوزي اخده لوحده وراح بيه لوحده. مش عارفه هو كان ايه غرضه ان هو يروح لوحده، بس تقريبا كان قلقان ان الدكتور يخضني يحصل حاجه او يكون في حاجه، فانا اتوهم اكتر ما انا موهومه. فاخده وراح للدكتور و... والدكتور قال له نسبه الدهون عاليه جدا جدا، يعني انا نسبه الكوليسترول عندي 310 يا بنات، الطبيعي بتكون 170 100 وكذا كده، يعني انا 310. فقال له الكوليسترول عالي جدا جدا، والدهون الثلاثيه عندي 200 ومش عارف كام و90 293، فبرضه عاليه جدا جدا، تقريبا 293. طب اتاكد لكم كده، اللي انا دماغي والله خلاص لفت يعني. وقال له كمان الدهون بقى النافعه اللي هي المفروض يعني تبقى دهون نافعه دي قليله جدا. فنسبة الكوليسترول اهو، مش ده، الكوليسترول عندي 310، واللي هو اللهم صل على سيدنا محمد، الدهون الثلاثية تراي دي تبقى ثلاثية، ايوه هي دي، 175. بصوا يا جماعة النورمال بتاعها، هتجيلكوا الصورة مقلوبة على فكرة، النورمال بتاعها من 35 ل 135، يعني المفروض يعني من 35 ل 135، انا 175 خلاص. وايه كمان واللي هو ال دي ال ده 239 بس. فدي كانت التحاليل بتاعه الدهون كلها عاليه جدا، فوق النورمال بشويه. فالمهم ايه، الدكتور قال كده مش هينفع، ولازم لازم تدخل يعني بعلاج. وطبعا الوظائف بتاعه الكلى والحاجات دي كلها اهي الحمد لله طلعت سليمه، وظائف الكلى. وهقول لكم كويس انها طلعت سليمه ليه بقى، علشان الاشعه اللي جايه دي. فالدكتور قال له هتمشي على اسبرين علشان هي معرضه للجلطات. يعني بص بصراحه هو الدكتور صريح، وعلى فكره دي حاجه ما تزعلنيش، الدكتور اللي بيصارح المريض او بيصارح عيلته كده على طول مش وحش، لا كويس. قال هي معرضه للجلطات في اي لحظه، في اي لحظه ممكن يحصل لها جلطه في شريان من شرايين القلب. فالمهم جوزي طبعا رجع، كان زعلان جدا وكان باين على وشه مفكرني يعني عبيطه، يعني مش هاخد بالي. فقلت له ايه اللي حصل؟ قال لي ده الدنيا تمام، محتاجه بس تاخدي شويه حبوب كده واسبرين وكلام من ده. قلت له وريني التحليل. فاخدت التحليل وترجمته يعني، وعارفين شات جي بي تي طبعا، و... وعرفت يعني ان النسبه عاليه جدا جدا جدا. وهرجع لكم هنا الحاجه، ان طبعا بتشوفوني وانا بعمل اكل وانا بعمل اي حاجه، انا ما بعملش بدهون مهدرجه خالص، يعني ما بستخدمش سمنه صناعي، ما بستخدمش زيوت تقيله بقى وكب كده، وفي ناس بتاكل اكل دسم جدا، لا ما عندناش الكلام ده. سواء قال لي ان الدهون دي دهون وراثيه، يعني حتى لو انت اكلك صحي وما عندكيش مشكله ان انت ما بتعمليش يعني ما بتستخدميش دهون خارجيه وما بتاكليش اكل غير صحي، فالدهون دي بتبقى غالبا دهون وراثيه. فقلت له ده، فبقول لجوزي يعني ده شات جي بي تي بيقول لي ان انا معرضه لاي جلطه، يعني لجلطه في اي وقت. فقال لي لا الدكتور ما قاليش كده ولا حاجه، ده قال لي الكوليسترول ده بينزل بسهوله، بس تمشي على نظام غذائي وكذا وكذا، خصوصا ان انا وزني مش تقيل، يعني انا مش تخينه، انا مش ما عنديش دهون. فايه الاشعه دي؟ اشعه بالصبغه، وهو قال له انا محتاجها ضروري وكده وكده.
فقلت له لا، انا محتاجه يا بابا ان انا اروح للدكتور، طبعا جوزي يعني، انا محتاجه ان انا اروح اتكلم مع الدكتور شويه. قال لي هيقول لك ايه بس يا ايمان، ان هو ده اللي قاله لي. قلت له لا انا هروح. فالمهم حجزنا ورجعنا، رحنا له بعدها بيومين كده. فقلت له بص يا دكتور، انا عايزاك تقول لي يعني بصراحه، انا جوزي قال لي كذا كذا. قال لي جوزك ما كذبش عليكي، وانت مكبره الموضوع ليه؟ فقلت له الاشعه دي انا عارفه ان هي اشعه بالصبغه، واشعه يعني انا مش عايزه اعملها بصراحه، مرعبه كده ومش عايزه ادخل بقى في القصه دي. قال لي بصراحه يعني عشان نكون واقعيين، الاشعه دي مهمه جدا جدا في الحاله بتاعتك. دي اشعه مقطعيه على الشرايين التاجيه للقلب، بتتعمل بصبغه، بتتعملش غير في المركز ده يا بنات، اللي هو الاي سي سي اللي في سموحه. وطبعا هي غاليه جدا. فقعدت اقول له لا انا مش هعملها، لا مش عايزه اعملها. قال لي براحتك، بس انا شاكك ان يكون في ضيق في الشرايين. قلت له ما احنا الايكو بتاعنا سليم، عشان برضو انتوا كمان برضو تبقوا واخدين بالكم، الايكو مش بيبين كل حاجه. قال لي الايكو ممكن ما يبقاش مبين كل حاجه، الاشعه دي بتبقى رسمالي كل حاجه، القلب والشرايين اللي ورا، كل حاجه باينه جواه. ف... فالمهم يعني انا عايزه اوريكم بس حاجه، عشان سبحان الله يا جماعه احنا جسمنا ده رهيب، رهيب بجد. طبعا الاشعه عملتها في اسكندريه، طبعا لما الدكتور صمم جدا جدا واصر ان انا اروح، رحت. طبعا انت لما بتيجي تعملي الاشعه دي مش بتروحي تعمليها فورا كده وترجعي، لا انت بتحجزي، وبعدين بيتصلوا بيكي يقولوا لك ان هم جهزوا المكان ليكي يعني، لان انت لازم تتجهزي انت والاشعه، انت وغرفه الاشعه يعني، وكل واحد ليه يوم بيروح فيه. فلما اتصلت بيهم قالوا لي كده، قالوا لي هتعملي تحليل وظائف كلى وتيجي. انا كده كده اوريدي كنت عاملاه يا جماعه. فرحت. بتجهزي نفسك ازاي؟ باللي هو تصومي 12 ساعه، يعني من 9 ل 12، ممكن اقل من 12 كمان، ما تاكليش خالص، وبتكوني بقى ايه يا دوبك بتشربي ميه فقط لا غير. طبعا انا رايحه يا جماعه وموهومه، وهم عايزه اقول لكم مرعوبه ان الاشعه هيطلع فيها انسداد وهحتاج قسطره، لان الدكتور اصلا، خدوا بالكم بقى من النقطه دي، لان دي كانت نقطه خلاف بقى ما بيننا وما بين الدكتور. طلب قسطره من جوزي، يعني قال له مراتك محتاجه تعمل قسطره قلبيه، علشان هي 1,000,000% الشرايين بتاعتها مقفولة، او مش مقفولة خلاص يعني هتتقفل، لان النسبة دي عالية واكيد متراكمة جوه الشرايين. انتوا عارفين يا جماعة الكوليسترول ده، احنا الشرايين بتاعتنا عاملة زي ماسورة الحوض مثلا، فكل ما بنكب فيها حاجات مكان المواعين ومكان الدهون والحلل والاكل والشرب، فبتفضل الماسورة دي تكون كده على الجوانب بتاعتها ايه، دهون وحاجات، فتضيق تضيق تضيق لحد ما تتسد خالص، ونحتاج ان احنا نسلكها. فالتسليك ده هيتم بايه؟ هيتم بالقسطره. طبعا لما جوزي سمع كلمه قسطره دي اتوهم اكتر مني، وعايزه اقول لكم بقى كانوا مرعوبين، وقال لاولادي، وولادي ملاحظه ان هم ما تتعبيش يا ماما، مش عارف ايه يا ماما، اقول يا رب العيال دي ربنا هداها ولا ايه، ويقوموا يعملوا اوضتهم، ويقوموا يعملوا مش عارف ايه مكاني. ف... فكانت كلمة قسطرة دي بالنسبة لنا مرعبة، بالرغم ان يعني ايه عملية سهلة برضو، بس كون بقى ان هو يعدي من الشريان، هنا بيقولك بتخيلي من الشريان بتاع الايد او من شريان الفخذ، بيعدوا زي سلك كده او زي خرطوم، لغاية ما يمشي في الجدار، في جدار ايه بس، في الشريان كده او في العرق ده كده، اللي هو الوريد قصدي، لحد لما يوصل للقلب ويدخل يعمل ايه التوسعة بتاعة القسطرة، او يحط دعامة او كده يعني. فالدكتور لما طلب القسطره، فجوزي قال له ليه ومش ليه وكده. قال له طب بص، قبل ما نعمل القسطره نعمل الاشعه دي، الاشعه دي هتبين لنا بالظبط ايه اللي احنا هنعمله يعني، بس عارفين اللي هو احنا كده كده عاملينها يعني، احنا كده كده داخلين في قسطره قلبيه وكلام من ده، بس احنا مستنيين نتيجه ايه الاشعه دي اهي. فرحت، هو ده الجهاز يا جماعه عشان تبقوا عارفين برضو شكله، ده الجهاز بتاع الاشعه. عايزه اقول لكم كتيره قد ايه، بس بصوا كل ده. طبعا انت بتاخدي الصبغه في الوريد، وبيحطوا لك بقى اللزقات اللي على القلب وعلى الصدر وعلى البطن، لزقات كتير كده، كانوا ملزقين لي صدري وبطني وكل حته كده، اللزقه اللي هي بتاعت اللي شبه اللي بتتحط في رسم القلب دي. ودخلت بقى الجهاز ده، وطبعا ما دخلوش حد معايا، وده كان بقى سبب عياط
جامد جدا، وانا مش عايزه ابقى لوحدي، وقالوا لا ممنوع اصلا حد يدخل الاشعه دي والكلام ده كله. فعايزه اقول لكم يا جماعه، سيبكم من كل ده، تعالوا نشوف بس يعني ربنا خلقنا بطريقه وبنعصيه. يعني بصوا بالله عليكم، انتوا لما تشوفوا الاشعه اساسا تتوهموا. بصوا طبعا الاشعه بتبقى ملونه علشان انتي واخده صبغه. ده شريان، ده القلب بس طبعا بالاسود، هوريهولكوا دلوقتي بالالوان. بصوا الشرايين عامله ازاي. انا بقيت بصه كده للاشعه بعد ما طلعت وبعيط اقول يا على حكمه ربنا، يا على دقه الخلق بتاع ربنا، يا الله. بصوا يا جماعه، عايزه اجيب لكم واحده تكون فيها الوان عشان تبقى تشوفوها. بصوا هنا كده مثلا، دي كده ده قطاع للقلب كده بالالوان اهو. في الاشعه دي انت بتبقي لوحدك، انت وممرضه واحده بس، وبتبقي بقى ايه، ليها تعليمات، بتكتمي النفس في وقت معين، بتتنفسي في وقت معين، ممنوع ان انت تبلعي ريقك تماما، ممنوع. حاجات كده اصلا توترك اساسا يعني. انا لما دخلت الاشعه كان المفروض ان انا اعمل الاشعه دي على ضربات قلب 60، يعني لازم ضربات القلب تكون 60 وانتي في السرير بتاع الاشعه. بصوا القلب، بصوا القلب عامل ازاي، سبحان الملك. دي يا جماعه ده قلبنا، ده قلبنا كلنا. بصوا عامل ازاي اصلا تجربه رهيبه. ده شكل القلب كده وهو بالالوان، سبحان الله. ودي الشرايين بتاعته. المهم بقى، ضربات القلب لازم تكون نزلت لحد 60 ضربة. انا كانت ضربات قلبي 120 112 نازلة طالعة كده. فكل شوية يطلعوني يسحبوني من السرير ده ويقولوا لي مش هينفع نعمل الأشعة وانتي ضربات قلبك عالية كده. وحتى الممرضة جت جنبي، بنوتة جميلة كده، وقعدت تقول لي طب انتي ايه اللي قلقك، طب انتي متوترة ليه؟ اقول لها والله مش متوترة، انا نايمة عادي، انتوا منيميني على سرير ورافعين لي رجليا ومدلعيني هبقى قلقانة من ايه؟ تقول لي لا، ضربات قلبك صعبة جدا جدا، لازم ضربات قلبك تنزل، لازم ضربات قلبك تنزل. وهم قبل ما ادخل اصلا كانوا عاطيني حبوب عشان تهدي ضربات القلب، عاطيني برشامتين قبل ما ادخل. آه قالوا لي دول لازم تاخديهم عشان بيهدوا ضربات القلب. يعني المفروض انا داخله متجهزه، لا، ما ضربات قلبي مش راضيه تنزل ابدا ابدا. فلما زهقوا مني خالص بقى عطوني برشامه وانا جوه في السرير، يعني وانا نايمه يعني في الاشعه. قالوا لي ارقشيها وبعد شويه كده نشوف ضربات قلبك وصلت لكام. فاخدتها قرقشتها كده، او يعني فضلت في بقي شويه كده لحد لما دابت، وبعدين قاسوا لي ضربات قلبي لقوها 80 مش عارف حاجه كده يعني. فخلاص يعني مفيش مفر ان ضربات القلب مش هتنزل بقى شكلها. فدخلت بقى في السرير ده وعملت الاشعه، واخدت بقى السرنجه بتاعه الصبغه، كانوا معلقين لي كالونه هنا، عطوها لي فيها سرنجه كبيره قد كده يا جماعه، بتيجي ضربها في جسمك، بعد الشر عليكم، ضربتها في جسمي، وبعدين بعدها بتحسي ان جسمك سخن كده، وسوري يا بنات يعني كانك نايمه في ميه، او يعني بمعنى اصح كده كانك عامله بتبيع على نفسك، سخونيه نازله من كده من تحتيكي غريبه الشكل. فهي الممرضه قالت لي ما تقلقيش، ده احساس بس. قلت لها انا حاسه باحساس غريب قوي من تحت كده. قالت لي لا، ده احساس فقط، يعني ده من الصبغه بس. وعملت بقى بقيه الاشعه، دخلوني تاني السرير ده وعملتها وخرجت. الاشعه كانت المفروض بتطلع بعدها بكام ساعه كده. جبناها يعني يعتبر تاني يوم، لان طبعا كنا محتاجين نروح كده، وجوزي كان عنده شغل وانا مش قادره يعني وعايزه اروح. فروحنا وجبناها تاني يوم. الشرايين الاشعه بتقول ان الشرايين كلها نورمال، ما فيهاش اي حاجه. فعايزه اقول لكم بقى، سيبكم من كل اللي فات ده، اللحظه بقى بتاعت لما الاشعه جت وانا قاعده على نار، عارفين، قاعده اقول يا ترى هيعمل لي دعامه، ولا هيعمل لي قسطره تسليك بس، ولا هيعمل. وعماله بحسبها من كل ناحيه. لقيت نفسي يا جماعه قمت قعدت اصلي قبل ما الاشعه تجيلي. قعدت اصلي واعيط عياط لربنا واقول له يا رب، يا رب انا بس يعني عايزه اموت على عمل صالح، او عايزه، بص وهمت نفسي وهم غريب الشكل، وعايزه اولادي يكونوا يعني ما يزعلوش عشاني، يعني عايزه اولادي لو ربنا قبض يعني اخدت امانتك، ولادي ما يزعلوش، وبنتي ما تبقاش زعلانه، وبنتي ما تبقاش لوحدها، وكلام بقى كاني قاعده بكلم
حد قدامي والله العظيم زي ما بقول لكم، وقعدت اقول له يا رب لو قدري ان عمليات وكلام من ده خليها ايه، حاجه بسيطه، خليني يا رب لو قدري ان ماليش يعني هفضل تعبانه او كده، يعني اقبضني على عمل صالح. بس وبعدين بعد شويه كده لقيت جوزي بيتصل بيا، ما استناش حتى لما يرجع البيت، قال لي الاشعه جت يا ايمان والاشعه كلها نورمال، كلها نورمال، كل اللي الدكتور كان متوقعه مش موجود، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه، الاشعه كلها نورمال، التحليل زي الزفت، التحليل عايزه اقول لكم زفت، يعني تحاليلي زفت الزفت، ولكن الاشعه سليمه، مفيش اي حاجه جوه الشرايين، والكوليسترول كانه مش موجود جوه الشرايين خالص. طب ازاي النسبه دي ومش متراكم جوه الشرايين؟ قال لي دينا ايه، هنروح للدكتور بكره وبرده هو ياكد لنا. رحنا بقى للدكتور بعدها بيوم، ولا فوتنا يوم وبعدين رحنا بعدها للدكتور، لان كان الجو كان فيه شتاء اليومين اللي فاتوا دول، كان الجو وحش قوي. رحنا والدكتور قال لي تمام مفيش اي حاجه خالص في الاشعه. قلت له امال ايه يا دكتور؟ قال لي انا مستغرب بصراحه، قال لي الاشعه دي لازم 1,000,000% تطلع فيها ضيق في الشرايين، بنسبه كبيره جدا، يعني لازم يكون فيها ضيق في الشرايين، تصلب، لازم يكون فيها حاجه كده. لكن حاجه غريبه جدا، ازاي الشرايين الحمد لله ما تضررتش، والحمد لله بفضل ربنا عليكي، هو الكوليسترول بس، هتفضلي تاخدي الحبوب بتاعه الكوليسترول دي وتخففي اكل، ولازم تنزلي على الاقل حتى 5-6 كيلو، هيفرق معاكي جدا والكلام ده كله. طب يا دكتور الالم اللي هيجي في صدري ده او اللي بيجيلي في صدري ده؟ قال لي ما تحطيهوش في دماغك، وشويه شويه هتلاقيه اختفى مع نزول الكوليسترول. طب الشاهد من كلامي ايه يا جماعه؟ اول حاجه، انا من جوايا كده انا عارفه ان الدعاء بيغير القدر، لان انا فعلا يعني عايزه اقول لكم كنت في حاله رهيبه، انا بدعي ربنا ليل ونهار، وجوزي بيدعي ربنا ليل ونهار ان هو ما يعني انا بخاف جدا من العمليات، انا لما كنت بدخل ولاده اولد يا جماعه كان بيجيلي فوبيا وهستيريا، ومن بس شكل سرير العمليات والاضاءه اللي فوقيه والكلام ده كله، فما بالكم بقى من اي حاجه تانية، كنت اكيد هبقى طبعا يعني في حاله مش لطيفه ابدا. فده كل اللي حصل معايا، وانا ماشيه دلوقتي على اسبرين بعد الغدا وحبايه كوليسترول بعد العشاء، والمفروض طبعا نظام غذائي دقيق جدا ومفيش عيش، مفيش مكرونه، مفيش الحاجات اللي هي زي الدايت، يعني اكل خفيف جدا. بس انا طبعا ليه طلعت لكم وليه اتكلمت معاكم كده؟ اولا لان انتوا ليكوا حق عندي، ان انا مش معقوله اغيب كده غيبتي وارجع لكم ولا كأن في حاجه حصلت. انا قلت لكم ان انا تعبانه، وكتير منكم يعني في حد كتب لي يعني قلتي ان انت تعبانه ولا فهمتينا ولا عرفتينا، اظن انا كده دوشتكم وعرفتكم كل حاجه وطولت عليكم طبعا، وانا اسفه جدا جدا يعني. ادعوا لي من قلبكم يا جماعه ان ما يكونش في غلط في الاثنين، لان انا بدات اشك لما الدكتور قال لي مش ممكن، دي حاجه حلوه جدا، وقعد يقلب بقى كده في الاشعه، اللهم لك الحمد، ده مفيش حاجه في الشرايين، ده مفيش تصلب، ده مفيش، بالرغم ان التحليل بيقول ان كان هيبقى فيه. بس فاللهم لك الحمد والشكر، ربنا ما يكتبش عليكم حاجه وحشه، وحافظوا على نفسكم بقى يا جماعه. ايه الشاهد من الكلام ده؟ حافظوا على نفسكم من دلوقتي، ما تستنيش اما تكشفي، روحي خدي تحليل دهون ثلاثيه، يعني اعملي تحليل دهون وبصي على نفسك، شوفي نسبة الدهون عندك قد ايه، عشان ممكن تلحقيها وهي في البداية قبل ما تطلع عندك لنسبة عالية تكوني كوليسترول وترجعي تلفي في الدوامة اللي انا لفتها دي، وتصرفي مصاريف كتير جدا، اشعة وتحاليل وليلة طويلة عريضة، وانت في الاخر يبقى شوية دهون ومحتاجة بس ان انت تنزليهم. تحليل الدهون الثلاثية او الدهون عموما، والله يا جماعة انا مش عارفة هو لوحده بكام، لان كل ده كان احنا عاملين تحاليل كتير، بس هو اكيد ان شاء الله ما يكونش غالي قوي. اعملي لنفسك تحليل دهون، بصي على دهونك، بصي على الغده، لان طلع عندي برضو خمول في الغده الدرقيه، فدوري على كل الحاجات دي، وصدقيني والله العظيم مفيش بعد الصحه، بعد صحتنا دي احنا مش يعني هنحتاج ايه؟ هنحتاج فلوس، هنعمل بيها ايه الفلوس؟ هنحتاج وقت، ما وقت ايه؟ ما الوقت خلاص بقى، كل سنه وانت طيبه، انت هتروحي. هتحتاجي ايه؟ لازم تحتاجي صحتك رقم واحد، علشان هي اللي هتشيلنا. انا بقول لكم لما كنت بصلي ورجليا مش قادره اقف عليها، انا كنت بعيط عياط لا تتخيلوه، مش عشان انا بتوجع، عشان انا نفسي صعبانه عليا، انا ازاي انا واقفه طول اليوم وكويسه وزي الفل وما ببطلش، اجي بس كده ابقى مش قادره اقف، فالموضوع بيبقى صعب نفسيا. فمش عارفه اقول لكم ايه، انا حاسه ان انا طولت قوي قوي في الكلام،
بس مش عارفه، حسيت ان انا فتحت قلبي وقاعده بتكلم مع اخواتي. يعني انا اصلا مش باصه للكاميرا، انا باصه قدامي، حاسه ان انا قاعده قدام اخواتي كده وبتكلم معاهم. خلوا بالكم من نفسكم، وربنا يا رب ما يوريني فيكم اي حاجه وحشه، واشوفكم على خير ان شاء الله. وان شاء الله لو ليا نصيب ان انا اقوم كده واصور، شجعوني. يعني انا عايزه منكم تشجيع، نفسي اقوم اصور واشتغل واعمل روتينات واعمل الوصفات والحاجات اللي احنا بنعملها دي مع بعض. فشجعوني كده وحطوا لي لايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله، ومع الف سلامه.